نوع كانسر نادر جدا جدا اسمه الميدالري ثايرويد كانسر. تمام؟ ده الوحيد لو بيشنت عنده الكونترا انديكيتد. اي حاجه ثانيه بتتقال في الماركت او عامه ده كلام مش صح. هو دي الكيس الوحيد، حتى ايفن الثايرويد كانسر نفسه مش كونترا انديكيتد، هي نوع واحد واتس فيري فيري رير. طب والكدني بيشنت؟ الكدني بيشنت ياخده عادي، مفيش اي مشكله خالص، ولا في اي دوز ادجستمنت حتى ايفن في السيفير كيسز مفيش اي مشكله. البانكرياتايتس برضو هو لو بيشنت عنده بانكرياتايتس ما يفضلش ان هو ياخد المنجار. تمام؟ لكن تمام. طيب هقول لحضرتك، هي قصه الجاستروباريسيس دي تمام. هو طبعا انا زي ما كنت بعرض لحضرتك انه في 7000 بيشنت دخلوا جوه ترايلز، ما حصلش ولا كيسز ريبورتد جاستروباريسيس. كل الكيسز ريبورتد كانت مايلد تو مودريت جي اي تي سايد افكت كومباربل بالاذرز اللي كانوا موجودين، فما فيش ولا حاله. حتى ايفن لو حضراتكم يعني الدكتور ابراهيم قال كلمه مهمه قوي، بره مصر ايفن الدواء ده لونشد بقالنا احنا بنتكلم في سنتين، يعني دبي لونشد فيها، السعوديه، ما فيش ولا حد من حضراتكم سمع عن موضوع جاستروباريسيس. يعني هنا في مصر يعني الموضوع ظاهره نادره في مصر على المشاهير فقط. يعني لسيكتور معين من الناس. بس هو حقيقي يا جماعه يعني الدواء ده لونشت يعني بدليل الارقام اللي احنا شفناها، يعني الارقام اللي احنا شفناها بتقول الدواء ده ناجح جدا. الدواء ده حل مشكله بجد للاوبيستي بيشنت، ان هو ما يخشش في عمليه، فمن يحميه من كومبليكيشنز. فطبعا حته الجاستروباريسيس دي ما حصلتش في ولا كيس، لا في الترايلز ولا على ارض الواقع في وورلد وايد. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، هقولها لك. احنا المصدر الرئيسي للمنجره في مصر اللي احنا لسه نازلين من شهر، الناس اللي اخدت وحتى حصل لها جاستروباريسيس، هقول لحضرتك على حاجه، هو اصلا اخده ازاي؟ اولا هو ممكن يكون اخد دوز غلط، ممكن مش تحت اشراف طبيب، تمام؟ ممكن يكون اخد اصلا الكومباوندنج اللي احنا كلنا بنسمع عنه في العيادات. فانا ما اقدرش ان انا اتحمل، يعني فاهمه قصدي فكره السايد افكتس دي. ممكن لو هو اخذ الدوز الصح، اخذ تحت اشراف طبيب، يعني ما سمعناش ان حد حصل له كده. فهي فيها فاكتورز كتير قوي يعني برانا، اللي هي ممكن يبقى واحد ما خدوش تحت استشاره طبيب.